اهلا بكم. النهارده اعمل ماربل كيك. هي كيكه بترضي كل الاذواق، اللي جامعه ما بين الفانيلا وبين الشوكولاته. بتكون كيكتها مش كيكه اسفنجيه ومش كيكه عاديه. عندي المكونات هنا 4 بيضات، هنضيف عليهم معلقه فانيليا. نستخدم اي حاجه انت موجوده عندك. انا هنا استخدمت المضرب الكهربائي. ونخلط كويس لما البيض شويه يعني يتخلط كويس، وبعدين نضيف عليه السكر. خلط كويس السكر لما نحس خلاص الحبيبات اللي فيه بدأت تدوب. بعدين تدريجيا بقى نزيد عليه الزيت والحليب. نحط معلقة خل، ونخلط كويس. الخل بيقل زفرة البيض وبيخليها هشة. خلاص نخلط كويس لما تبيض وتتقل شوية في القوام بتاعها. بعدين هنزيد الزيت، نص كوباية زيت. خلط لما كل حاجة تضيفيها تلاقيها خلاص معيش باينة معاكي، يعني ضفنا الزيت معيش باين معايا. ضفت كوباية حليب، زدت عليه كوباية حليب. خلاص ونخلص خليط بالمضرب الكهربائي، نشيله بقى على جنب، وزيد عليهم كوبايتين دقيق على حسب نوع الدقيق اللي عندك. ممكن تزيد معاكي معلقة او تقلي معاكي معلقة. وبعدين ضفت عليه معلقة بيكنج باودر، ونخلط كويس لما الدقيق ما يبانش معايا، بتكون بنفس القوام كده، نفس الطريقة كده، ما بتكونش خفيفة. وبعدين هنقسمها الاتنين وخلاص. والخليط اللي هو قسمناه دي هنضيف عليه معلقتين كاكاو. نحرك كويس الكاكاو ما يبانش باين معايا. حسيت تقيل شويه زيدي معلقه حليب او معلقتين. هو هنا عندي دي تقيل شويه، زدت عليه معلقتين حليب. خلاص ونقلبه كويس لما خلاص ما عادش يبان معايا الحليب. وبعدين الصينيه نجهزها، ندهنها سمنه او زيت، ونعملها شويه دقيق، نرش عليها شويه دقيق وخلاص. ونسخن الفرن على درجة حرارة 180 قبلها بشوية بربع ساعة ولا حاجة. ونفضي الخليط بقى، هنا نفضي الأبيض وبعدين نفضي البني اللي هو الشوكولاتة. فضي زي ما انت عايزة، لو انت عايزة تفضيه لنصين فضيه، لو انت عايزة تعملي كده زي ما انا عملته اعمل ايه. خلاص نفضي جهة أبيض وجهة بني. خلصناها، دخلتها سخنت لها الفرن زي ما قلت على 180. هنحطها بس من تحت تلت ساعة، وبعدين هنولع عليها الشواية من فوق 5 دقايق. نشكلها بخلة سنان او عود شيش طاووق. بس بتاخد معايا 25 دقيقة في الفرن. نطلعها ونقطعها كده بنفس الشكل.
طرية وهشة وجميلة، وجربوها بنفس الطريقة وان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طرية وجميلة ما شاء الله، وريحتها قلبت المطبخ. واستنوا ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.